السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف حالكم يا جماعة؟ إيش أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة وبألف عافية إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله يا ربي. ربنا هيك يا ربي يعطينا الصحة والعافية والبركات إن شاء الله، وربنا يعيده علينا بالخير وبالبركات و... وبالصحة وبالعافية إن شاء الله يا جماعة، ويكون علينا رمضان الجاي أحسن علينا وعليكم بإذن الله تعالى. وبحب أذكركم يا جماعة متنسونيش باللايك وبتعليقاتكم الحلوة اللي فيها كل الكلام الحلو. ربنا يبارك فيكم يا ربي ويعطيكم الصحة والعافية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا يا جماعة أنا اليوم الجمعة ولفيت إني أشتري أي لحمة، أي إشي ما فيش موجود مقطوع، أي نوع من اللحمة، يعني لا صدر ولا مفرومة ولا شقف ولا أي إشي. فاضطريت إني أعمل علب اللحمة اللي طلع لنا في امبارح في الطرد اللي وريتكم اياه، لكنه طرد كان مرتب كنت شفتوه كلكم. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني الحوجه بتخلي الواحد يعمل اشمجه بالذات في رمضان يعني، واجت في وقتها زي ما قلت لكم في الفيديو انها اجت في وقتها، لانه في قطعه يعني في اشي شح على الناس. يعني انا هي جبت راسين البصل هذول حقين يمكن 7 شيكل 8 شيكل، لانه الاشي كله غلي واللحوم انقطعت يعني مش موجوده في السوق. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يبارك في الجميع. فقررت اني اعملها لهم زي هيك، يعني احلوسهن لهم على بصله، هن صدر دجاج في العلب، بس انا حاولت اعمل لهم اياهن على بصله. نحط لهم البصله، جبت لي حته اكبر قلي عندي عشان اخذ راحتي في التحريك وفي العمايل تبعتها. مش عددها حيكون يا جماعه الفطره، حيكون معها الفلافل. هذه الفلافل اشي روتيني خلص. الفلافل هذه المحشيه اللي من برا بنشتريها اشي روتيني مع صحن السلطه، والحمد لله أنا بنقدر نشتريها كمان الحمد لله. ربنا هيك يعطينا ويعطيك ويعطي الجميع يا رب، وربنا يهدي بالنا إحنا وإنتم ويصلح حالنا يا رب، ويعطينا الفرح والهنا والسرور والسعادة وكل ما نتمناه إن شاء الله، ويشفي كل مرضانا ويرحم موتانا يا رب. طبعا يا جماعة اليوم الجمعة وهذا آخر جمعة في رمضان، يا رب تكون جمعة مباركة علينا وعليكم، والجمعة الجاية تكون أحسن إن شاء الله علينا. لأنه يا جماعة بتعرفوا إنه الوضع في سكان غزة دول في الخيم بالذات، وكل الناس في الخيم يعني باعتبارهم إنه الوضع سيء عندهم على الآخر. ربنا هيك يا ربي يرحمهم من هذه القعدة وما يوريها لحدا إن شاء الله. ربنا هيك يبارك في الجميع يا رب، يسعدكم يا رب، يعطيكم لما يرضيكم مال وعيال وسعادة وهنا وسرور. أنا بحب أدعي لكم والله، ربنا هيك يستجيب منا الأيام هذه، أيام دعاء، أيام صلاة، أيام عبادة. يعني خسارة عليها الأيام هذه نضيعها بدون ما ندعي، بدون ما نصلي، بدون ما نتعبد، نتقرب إلى الله بزيادة يعني. ربنا هيك يتقبل منا يا رب صيامنا قيامنا وصالح أعمالنا يا الله يا كريم، إحنا أمة محمد المسلمين إن شاء الله. طبعا يا جماعة هي خرطت البصلة هيك مكعبات، كنت بدي أخرطها شرايح بس قلت خليها مكعبات أحسن، لأنه اللحمة زي ما انتم شايفين كيف شكلها. يعني أنا مش عارفة عمريش طبختها ولا عمري إشي سويت فيها، فبدي أعملها بأي طريقة. يعني بدي أمشي حالي في الأولاد، يعني اليوم الجمعة متعودين إنهم يأكلوا أي حاجة، بس خلاص عاد الدر القطع مش موجود إشي، فبدي أنجبر أعملها. سبحان الله أجت في وقتها لزمت يعني. ها شايفين كيف دايبة على مستوية، هي مش بطالة يعني، بس ها شو منه. شايفين كيف بالإيد بتتفتفت، يعني مش مستاهلة إني أفتفتها بسكينة ولا بحاجات. شايفين كيف. ربنا يهدي البال ويصلح الحال يا ربي، ويسعدنا ويوفقنا احنا اولادنا يا رب. والله يا ربي انا بحب الخير لكل الناس. شايفين كيف. ولسه احط عليها البهارات الشاورما والتايلاندي، يعني ابهرها والسبع بهارات واللي منه يعني المطلوب منا كنا نحطه عليها، بدناش نقصر فيها. وعملت الشوربه وجهزت للسلطه، يعني في وقفتي هادي مش اني واقفه بس عقدها، لا يعني بجهز برضك. الحمد لله على السارة وعلى الضارة. بدنا نتحمل يا جماعة، مش بدنا نعمل، بدنا نتحمل قعدتنا، مش بدنا. الحمد لله إنه وقفت عنا الأيام السوداء اللي كانت علينا يا ربي، الحمد لله وقفت عنا. طبعا يا جماعة كمان جبت لي كيلو قطايف، لأنه في زايرة علي ندي بتحب القطايف غير مقلية، وأنا بحبهاش مقلية، بس عشان خاطرها حقليها إن شاء الله. تيجي علي تزورني، هذه عمة أولادي، أنا بعرفها أنها بتحب القطايف مقلية.
فبدي ألبي لها رغبتها ونمشيها الكيلو كيف ما جت تيجي معاها، خلاص نقلي لها إياه ونضبط لها إياه. جهزت جبت الكيلو، هسه الحين بدي أحشيه وأضبطه كمان على جيتها إن شاء الله تجينا بعد التراويح إن شاء الله. ربنا هيك يهدي البال ويصلح الحال ويهدي كل واحد على أخوه على أخته على حبايبه، وما يقبش بينهم أي خصام أي مشاكل إن شاء الله. الله يهدي الجميع يا رب. وخليكم معايا يا جماعة للآخر. طبعا يا جماعة زيادة الخير خيرين، يعني وأنا بشتغل بعمل أكل سفرة لأولادي وهذا أكل الفطرة، أجانا طرد يعني من المخيم، من مؤسسة هيك من المخيم كله. هاي يا جماعة شايفين علبة بسكوت، علبة بسكوت يعني حاجات حلوة حلوة برضه زي اللي بتعرفوا. هاي كيلو رز من النظيف كمان. ها هاي علبة سمنة جنة، هذه للكعك وعز الكعك إن شاء الله. علبتين فول. أنا على السريع على السريع بدي أوريكم إياها لأنه الوقت متأخر. ها علبتين فول، كيلو سكر ولا هو ملح، هذا شكله ملح. هاي السكر هاي السكر، هاي سكر وهذا ملح. يعني فيها برضو زي لوز من بار. هاي علبة طحينية يا جماعة شايفين، علبة طحينية. علبة جبنة مثلثات كمان. هذه جبنة صفرة، جبنة صفرة. احنا يعني انا لما شفتها فكرتها مرتديلة بس هي جبنة صفرة. وهاي صلصة، صلصة هاد من النوع النظيف برضو صغيرة وكويسة. وهاي علبة شاي، علبة شاي فتايل فتلات. وهاي كمان يعني خير كتير. ربنا هيك يا رب ما يحرم حدا نعمة الأكل ولا الشرب. ربنا يهدي البال ويصلح الحال علينا وعلى أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. هيك يا جماعة بدي أجهز السلطة على السريع سريع، يعني بعد ما وريتكم الطرد الحين ما ضلش علي إلا السلطة إن شاء الله أعملها ونجهزها. وربنا هيك إن شاء الله يرخص علينا الإشي يا جماعة. والله إنه الواحد تعب من كتر ما يشتري الإشي الغالي والحاجات هذه، لأنه رمضان لازم تشتري لازم تشتري. ربنا هيك يفك علينا دنيا وآخرة إن شاء الله. وبعد السلطة يا جماعة بدي أحشي القطايف وأظبطها لبعد الفطرة أقليها إن شاء الله. وبعد يا جماعة ما جهزنا فطرتنا يعني خلص جاهزة، باعتبارها جاهزة. بدي أجهز القطايف إن شاء الله لبعد الفطرة إني أقليها إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كنت شاريها يا جماعة، هاد شاريها وفستق عندي من عندي من أول، والزبيب برضو عندي، يعني كل إشي متوفر عندي، ما شريتوش يعني جديد. وهيك شوية فستق. بحبش أدق، أنا بخليه ماسك هيك يعني قطعة واحدة بطلع طعمه أزكى وأحسن. جربت الدق وجربت هذا، لقيت هذا أطعم بطلع. طبعا يا جماعة يعني مش ضايل إشي للمغرب. بعد ما أخلصهن إن شاء الله بكون مش ضايل يا دوب ربع ساعة حاجة وأجهز أحط في الصحون ونظبط حالنا وإن شاء الله بخليكم معايا للآخر. طبعا يا جماعة صارت هيك سفرتنا جاهزة، وهذه آخر جمعة في رمضان إن شاء الله. يا رب ينعاد علينا وعليكم بالخير وبالبركات وهداة البال والله يصلح حالنا وحالكم أمة محمد إن شاء الله. بحب أذكركم يا جماعة باللايك والاشتراك وتعليقاتكم الحلوة وكلماتكم الحلوة. ربنا يبارك فيكم ويسعدكم يا رب، كله في ميزان حسناتكم. وإن شاء الله برجع لكم في فيديو جديد وبأمان الله ومع السلامة.